بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة رائعة، معقودة محشية بالدجاج والجبن. معقودة ولكن ماشي كما اللي والفناها، مختلفة بعض الشيء. رايحين نشوفوا المكونات تاعها وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. في الوصفة هذه نحتاجو للدجاج. انا ديت فخذ الدجاج سلقته في الماء وشويه ملح، شويه فلفل الكحل، ديزوسيتو، ولكن ماشي شرط يكون الفخذ. تقدروا ديروا سكالوب صدر تاع الدجاج، تقدروا ديروا الجنحين تسلقوهم وتحيوا لهم العظم، ايضا الكركس تاع الصدر. ليسونسيال يكون تكون كميه من الدجاج ما يهمش اي جزء منه. ديت ايضا بطاطا كبيره سلقتها ورفستها، زدت لها 4 مغارف فارينة. كل وحده دير الفارينة على حسب البطاطا اللي عندها. ودرت شويه ملح، خلطت المكونات مع بعض، فوق النار درت مقله ودرت فيها الماء اللي سلقت فيه الدجاج. فرغت الخليط تاع البطاطا والفارينة وقعدت نخلط حتى نشف لي الخليط وتحصلت على عجينه. من الاحسن تكون مقله تاع طيفال باش ما تلصق لكمش، ولا كاسرونه ما يهمش، ليسونسيال تكون حاجه واسعه باش تساعدكم في الخلط. من تتشكل لي العجينه نحيها من فوق النار ونخليها في طبسي تبرد. من جهه اخرى درت في مقله حبه بصل قطعتها رقيق مع شويه ملح، وبقيت نحرك فيها حتى دبالت لي، وزدت لها هذاك الدجاج اللي قطعته، وبقيت نخلط حتى تحمر لي شويه الدجاج هذاك. ومن بعد زدت لهم الجبن مبشور. روحي خرجي من الكوزينه تاعي. ما نخلطهاش بزاف وما نخليهاش بزاف فوق النار، تخليطه واحده برك ونحي المقلاه من على النار. ندي كميات صغيره من هذيك العجينه تاع البطاطا والفارينه. انا بقات مخصوصه شويه من الفارينه، على بها درت فوق سطح العمل زدت شويه فارينه، ولكن اللي تجيها نيشان ما تتلاصقش ما كان لا دير الفارينه على سطح العمل. وحشيتها بحشو الدجاج والبصل والفرماج وشكلتها كما راكم تلاحظوا. تقدروا تشكلوها خبيزات مدورين، تقدروا ديروها دي بودان، كل وحده دير كما تحب. خفقت بيضه هنا، بعد ما لفيت هذوك المعقودات في الفارينه نعاود نلفهم في البيض ونزيد نلفهم في لا شابلور، يعني الخبز اليابس المبشور.
من نكمل جميع الحبات نولي نقليهم. درت المقله تاعي فوق النار، درت لها كميه معتبره من الزيت، وبعد ما سخن لي الزيت بقيت نحط في هذوك حبات المعقوده. نقلب المعقودات تاعي ونحاول نحمرهم من جميع النواحي، وبعد ما نتحصل على لون ذهبي نحيهم ونديرهم فوق لي سيرفييطون بابي باش يمتصوا لنا الزيت هذاك زياده. ها هي المعقوده تاعي بعد ما طابت، شوفوا الشكل تاعها شحال شباب ويشهي، جاو ما شاء الله. والطعم تاعهم ما نحكيلكمش، الطعم تاعها رائع. راني متاكده لو كانت ديروها رايحه تعجبكم ورايحين تعاودوا لها في كل مره. ان شاء الله تكون وصفه اليوم نالت اعجابكم. نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.